ازاي نمشي الكهرباء في الهواء؟ واحد يقول لك اه شفتها الاختراع اللي في الصين اللي بتحطه في البيت كده وكل حاجه حواليه تشحن. لا لا لا، مش قصدي على ده. قصدي ازاي توصل كهرباء من مكان لمكان على بعد مدينه تانية. اوكي، هو ده اللي انا بتكلم فيه. طيب، مين اول واحد اشتغل في الموضوع ده او ابتدى كان عاوز يعملها؟ تسلا. فشل. فشل ليه؟ عشان العلم ساعتها ما كانش قايل له معلومات معينه. ايه هي؟ زي ايه مثلا؟ ان الكهرباء اتقل من الراديو ويفز. الراديو السيجنالز بتاعت الراديو الكترومagnetic ويفز. هو كان فكرته كلها عباره عن ايه؟ طب ما ده الكترومagnetic وده الكترومagnetic، طب ما امشي ده على ده واوصله بالمره. كفكر هو صح، بس كعلم لا، لان الراديو ويفز اضعف بكتير قوي من انها تشيل الكهرباء. وفي نفس الوقت الهواء اللي حوالينا ده كله 78% منه نيتروجين، والنيتروجين ده مش موصل للكهرباء. طيب طب هنعمل ايه؟ ازاي هنوصلها؟ لازم نشيل النيتروجين. ايه ده؟ هل ينفع نشيل النيتروجين؟ بص يا سيدي بقى، الموضوع ابتدى ازاي ووصل لايه. في حاجه اسمها مايكروويف انترنز. المايكروويف انترنز دي ملهاش دعوه بقى بفيلد الكهرباء، دي ليها دعوه بفيلد الكوميونيكيشن. انا درست الاثنين. اوكي. ففي فيلد الكوميونيكيشن المايكرويف انترنز دي بتستخدمها في البيس ستيشنز ترانسيفرز اللي هي اللي فوق السطح اللي بتتحط عشان تكلم بيس ستيشن ترانسيفر تانية بايه؟ مايكرو ويفز. مشكله المايكرو ويفز ان لو اي حاجه عدت بتقطعها فعليا. اوكي. طيب، بس في نفس الوقت هي بتوصل فعلا السيجنالز بتاعت الكوميونيكيشن. بس فيها ميزه كمان ان هي بتعمل حاجه اسمها ايونايزيشن للاير. ايه الكلام العبط ده؟ بص يا معلم، الهواء لما بيعدي عليه المايكروويفز اللي هي زي بتاعه الميكروويف اللي بتسخن فيه الحاجه، هي نفس التكنولوجي بس مركزه في انتنه وبتمشي بطريقه معينه. بيحصل ايه؟ الهواء بيسخن. وانس ان الهواء سخن بيتفصل، بيبقى ايونايزد، يعني الاكسجين بيعلى عن نسبه النيتروجين. بيعلى، بيقعد يعلى 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 يعلى. الموضوع مش انستنت، مش في لحظتها، بياخد وقت عقبال ما ايه الحته دي كلها البيم ده من هنا لهنا تبقى حاجه اسمها ايونايزد. لو ايونايزد يبقى اكنها كهرباء، اكنها سوري مش كهرباء، اكنها موصله للكهرباء. ليه؟ لانها فيها اكسجين، الاكسجين بيبقى عالي. طب الفكر ده طب ممكن يوصلنا لايه؟ طيب، دي حاجه من كهرباء وحاجه من الكوميونيكيشن، دول فرعين هندسه مختلفين ما لهمش دعوه ببعض، ما بيتعاملوش مع بعض اصلا. فاحنا اللي احنا عملناه، عملته ايه والريسيرش موجود. عملت عمود. اوكي. الاول 10 متر، والعمود ده حطيت عليه مايكروويف اسمه ايه ده انتنز، انتنات بتاعت مايكروويف، وموجههم على بعد كيلو اسمه ايه ده عمود تاني. العمود التاني ده برضو معمول من نفس الماتيريال، بتستقبل الكهرباء وكل الكلام ده كله. طيب، ايه الهدف؟ ان انا اول حاجه من الناحيتين كان في برضو مايكروويف انتنز عشان هبتدي ابعت مايكروويفز المسافه دي كلها. ما ينفعش حاجه تبقى عايشه في النص، هي دي المشكله. اوكي، بس انا كنت بعمل التجربه الاول. اوكي. بعد ما ده بتسيبه بفولتج معين على بعد ساعتين و17 دقيقه، المكان ده كله، اللاين ده كله هيبقى ايونايزد. يعني ايه ايونايزد؟ يعني الاكسجين 100% هو اللي موجود. ايونايزد 100%، مش بارشل، 100%. اوكي. والسيميليشن موجوده تقدروا تشوفوها. اوكي. بعدد معين، انا حاطط على كل متر انتنه، فاحنا عندنا حوالي 40 انتنه على المسافه دي. اوكي. والفولتج محسوب بكل حاجه. بعد ما الحته دي تبقى ايونايزد هتبتدي تشغل الكهرباء عشان تعدي هيبقى في ريزيستنس معينه، مقاومه معينه. المقاومه كلها 31 اوم اصلا، مش عاليه خالص. وده اكنه بقى ايه؟ بقى موصل 100% للكهرباء من النقطه دي للنقطه دي. بس عشان الكهرباء تمشي اكنها في سلك لازم بتتحرك من الهاي بوتنشال ديفرنس للو بوتنشال ديفرنس، اللي هو الضغط العالي للضغط الاقل. اوكي. طيب، الضغط العالي اللي هو اللي احنا بنعمله بنضخ كهرباء، والضغط الاقل الناحيه التانيه. فده اكنه بقى سجاده تنقل الكهرباء. طيب، ما تيجي ننقلها الناحيه التانيه ان احنا نستخدم البيس ترانسيفر ستيشنز. اوكي. فوق. اوكي. بحيث ان احنا نكابل معاها الكهرباء بعد ما تكون اشتغلت فتره. حد جربها؟ لا. بس كحسابات، كلوجيك، كعلم، ككل الكلام ده اتعاد عليه كذا مره. تقدروا تشوفوا البحث كامل بالارقام بكل الحسابات. الكهرباء هتمشي ولا لا؟ هتديسبيت امتى؟ لو استنيت لا هتشتغل 100%. فكده دي كهرباء وايرلس.
ما ينفعش يبقى في حد في النُص، بس تخيّل مثلًا أنت في حالات الحرب عاوز تشحن مكان، مجرد إنه يبقى عنده receiver أنت هتبقى شحنته، أنت فاهم؟ يعني لو من angle معيّنة المدينة اتحط على طرفها خلاص أنت ادّيت لهم supply كهربا في وسط حرب وما عندهمش كهربا، أنت فاهم كمية الحاجات اللي ممكن تستخدمها؟ يعني الموضوع أبعد ما يكون عن اللي إحنا بنتكلم فيه، ليه؟ لإن أنت عندك already شبكة الbase transceiver stations اللي هي بتاعة التليفونات، لو قدرت تعدّل فيها تحط فيها إن أنت بتنقل الكهربا تبقى وايرلس في كل مكان، خلاص هيبقى على الأقل نقلتها من مكان لمكان، ومن مكان لمكان، وبعد كده بتشتغل بالوايرز زيها زي الإنترنت بالضبط، نفس فكرة الإنترنت، الإنترنت ما في الآخر بتمشي في سلك، لازم تمشي في سلك، هي الوايرلس حتى لو على الموبايل لازم تمشي في سلك، ما هو بيجيب منين إنترنت، أوكي، الفكرة في الsignals بتاعة الموبايل إن هي low frequency لدرجة إن التليفونات مش هتعمل لك مشكلة إن أنت الelectromagnetic waves دي تخبط فيك لو من هنا ل20 سنة قدّام مش هتجيب لك ولا سرطان ولا النيلة الكلام ده فاتي كلّه، اتعمل عليه مليون research لأنها ما بتأثّرش ولا حتى على الmicro level يعني ما حدّش متخيّل هي ضعيفة قد إيه، ف بالطريقة دي نقدر ننقل الكهربا wireless هل جرّبتها؟ لأ، نقدر نجرّبها الموضوع مش صعب للتجربة، بس عشان أعمل microwave antenna لوحدها غالية فالواحد بيشتريها، يعني في حاجات طبعًا فيها levels أوكي، بس حتى بالصغيّرة تقدر تعمل نفس الموديل ده على حاجة قد كده، وتشوف إذا كانت هي شغّالة والّا لأ، بتنقل الكهربا والّا لأ، هتقيس بالفولتميتر في الآخر، يعني الموضوع مش مُعقّد إن أنت تتاسته، بس ويا ريت مهندسين الكهربا بالذات والcommunication الاتنين، لإن هي الموضوع من هندستين وصُدفةً أنا دارست الاتنين، أوكي، هو mix ما بين الاتنين، ممكن تراجعوا الحسابات وتراجعوا الscience وتاخدوها تديباجوا وتبعتوا له لإن أنا في الchat هتلاقوا إن أنا قايل له إنه أكيد الكلام ده غلط وأكيد حد فكّر فيها، أكيد اتحاولت، أكيد قال لي لأ، فلو سمحتوا حد بقى إيه، يطلّعها غلط.